عيون العالم تتجه إلى أرض الكنانة، بينما تتجه أرض الكنانة إلى لجان الاقتراع. اليوم الأول لاستفتاء مصر في دستورها المعدل وسط مشاعر مختلطة. ثقة رغم ذلك تبثها قوة الجيش المصري، فتطغى على محاولات متفرقة لتعطيل سير عملية الاستفتاء على وثيقة الدستور، فيما يرى كثيرون أنه استفتاء على ما هو أكثر من ذلك. طيب الله أوقاتكم، إذ تضع خارطة الطريق بعد 30 من يونيو قدميها على أول الطريق نحو واقع رسمي جديد في مصر، بما له من مؤيدين ومن معارضين ومن متحفظين. البورصة تربح أكثر من 5 مليارات جنيه مع بدء الاستفتاء، ودائرة الموافقة على دستور مصر ترتبط لدى أيد ناعمة بحرفين سي. أهلا بكم. 11 قتيلا ونحو 30 مصابا حتى الآن. لا تتوفر إحصاءات نهائية بعد، لكن كاميرات المصورين تنقل طوابير ممتدة أمام كثير من لجان الاقتراع عبر مصر. نسبة الإقبال على التصويت عنصر دائم من بين عناصر أخرى في إضفاء شرعية على خطوة أولى حيوية على خريطة الطريق. باق من الزمن أقل من ساعة على انتهاء اليوم الأول من الاستفتاء على وثيقة الدستور المعدل، وسط حشد إعلامي ضخم ورسائل متواترة من أجهزة الدولة تعمد إلى بث الثقة بعد استشهاد 11 مواطنا في سوهاج وبني سويف وكرداسة وفي القاهرة، وبعد بداية غير مريحة في حي إمبابة صباح اليوم.